بسم الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته يوم يعلم بشيرا ونذيرا فهم لا يسمعون في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر من بيننا وبينك حجاب محمد لا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمتقين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها وأتى فيها 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها لأتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم أشد من قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيق عذابا في الحياة الدنيا والعذاب فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذوا الكافرون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن أنتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فالنار مثوى وهي ساترون وهم كالمرسلين وقيضنا لهم غرنا فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم قولهم من وصل بقبلهم الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين والذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ولنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما فجعلنا من ليكون ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون
تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فاسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار لا يسمعون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت الذي أحياها لمحيي الموتى على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا فمن يلقى في النار خير من يأتي آمنا يوم القيامة ملوما لجهنم بما كفروا ينبسط الذين كفروا بذي لما جاء وإنه لكتاب عزيز تدري يدينا من قبل تنزيل من حكيم حميد إلا فقد قيل للرسل ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون بآيات محرما عليهم أولئك يأتون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرة من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه واليوم ينادي بين الشركاء قالوا آذنا كما منا من شيء وتجعلوا ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص يحسب الإنسان من دعاء الخير مسه الشر فيئوس كفور ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى بأن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ولم من ربك أنه على كل شيء قدير إنهم في مرية من لقاء كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض تكاد السماوات ينفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها
الجنة وفريق في السعير الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء برحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وعلم على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله يهديكم الله فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدرأكم إليك بمثلها والسميع البصير مغاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على كل شيء يحتاجون إليه لا يهتدي إليه من يشاء من يريد وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم إن الذين أورثوا الكتاب لفي شك منه لذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم لا يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجة جاهزة عند ربهم عليهم عذاب ولا عذاب شديد هذا الكتاب وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا ويعلموا أنها الحق ولا إن الذين يمارون بالساعة لفي ضلال بعيد من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفضل قضي بينهم وإن الظالمين لعذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات جنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجر إلا ما وجدت بقربى ومن يقترف حسنة نزد له بها أم يقولون افتري على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته وهو الذي يقبل توبة عبادي وله عن سيئات له ما يفعلون آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافر وعذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء له بعباده خبير بصير هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وغني حكيم ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وآدم بما يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين وما لكم من دون الله من ولي
هذه الجوار في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الريح لكن تعالى الذين فيها بكالآيات لكل جبار شكور كانت ويفهم كثير ويعلم الذي يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وما للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا ما قدروا يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمشون بينهم بما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم بغي ينتصرون وجزاء سيئة مثلها فمن عفا على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس فيقول كلا بغير حق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر فإن ذلك لمن حزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون إلى محمد من سبيل يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن خاسرين الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة إن الظالمين في عذاب مهين وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله إلا فما لهم من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن رضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا صالحا بها وتصير سيئة بما قدمت أيديهم ذلك كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يعبد من يشاء إناثا ويعبد من يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويعبد من يشاء إنه قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي به ما يشاء وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي من نشاء من عبادنا إنك لتهدي إلى صراط مستقيم له ما في السماوات وما في الأرض إلى الله تسير الأمور حامي الكتاب المبين جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا العلي الحكيم عنكم مثير سبنا كنت قاما مسرفين كما أرسلنا النبي في الأولين النبي إلا كانوا في يستهزئون فأهلكنا مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون من السماء يخرجنا في بلدة ميتا كذلك تخرجون الذي خلق الأزواج وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده إن الإنسان لكفور مبين اتخذ مما يخلق بنات وألزاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب الرحمن مثلا فجر مكذب وكثير يشاء بجنته في الحساب غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن تجد خلقا تتوجد ويسلمون لو شاء الرحمن ما عبدناه
لله قال مدركوها إنا وإلينا أمانا على أمة وإنا قل ولو جئتكم بأدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين إبراهيم لأبي قومه إنني براء مما تعبدون الذي فطرني فإنه سيهدين على كلمة باقية في الآخرين لعلهم يرجعون نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة وما رجالها يسألون كما متاع الحياة الدنيا والآخرة إن ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدون عن السبيل يحسبون أنهم مهتدون حتى إذا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين وإن ينفعكم اليوم إذ ربحنكم في العذاب المرسلين فأنت تصبح الصبح تدعو فإنا منهم منتقمون نرينك الذي وعدنا فإنا عليهم مهتدون الذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون ومن أرسلنا من قبلك رسلنا وجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون قال إني رسول رب العالمين جاءهم بآياتنا إذا هم بآية الكون وما نريهم من آية إلا يأخذوا بالقيامة وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون ولما كذبنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم ليس لي ملك العباد لها تجري من تحتي أفلا تبصرون الذي هو مهين ولا يكاد يبين ولولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه ملائكة مقرنين فاستخف أو فأتاه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما أصبوا انتقمنا منهم فأخذنا عليهم سلكوا مثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يسجدون قالوا آلهتنا خير وما تلبون إن هو إلا عبد نعمنا عليه وجعلنا مثلا لبني إسرائيل وجعلنا منهم ملائكة وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إن الله عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة فمن يقبل الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم من بين الذي يخافون من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم وهم لا يشعرون هل أضل قالوا لقد يأتوا إلى المتقين يا عبادي لا خوف عليكم يوم لا تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين جنات وأزواجهم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها الأنفس وتلذ العين وأنتم فيها خالدون تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون في عذاب جهنم خالدون يبطل عنهم فيهم من سوء وما ظلمنا ولكن كانوا ظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون بالحق ولكن أكثرهم
يحسبون أننا لا نسمع رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون ويلعب حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون والذي في السماء وفي الأرض حكيم حليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون شفاعة إلا من شهد بحق وهم يعلمون ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون يا رب إنهم قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وسلام وسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حميد والكتاب المبين إنا أنزلنا في ليلة مباركة إنا كنا منذرين يفرح كل أمر حكيم إنا كنا مرسلين من ربك إنه السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين وجنة هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لمدركون وأنا رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا على مجنون كاذب العذاب إنكم عائدون يوم نبطش بغتة إنا منتقمون ولقد فتنا قوم فرعون وجاءهم رسول كريم يا عباد الله إني لكم رسول أمين صلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين إني عدت بربي وربكم أن ترجمون لم تؤمنوا لي فاعتزلون قال هؤلاء قوم مجرمون واترك البحر إنكم مطلعون واترك البحر إنكم مطلعون فامتلكوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين ولقد نجينا بني إسرائيل من عذاب المهين إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترنا على العالمين وآتينا من الآيات ما فيه بلاء مبين هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمشركين بآبائنا إن كنتم صادقين فهم خير أم قوم تبع والذين كفروا بآياتنا كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يغني فهم عن قول شيء ولا هم ينصرون من رحم الله إنه العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم علم تغلي في البطون كغلي الحميم فأجلوا إلى سواء الجحيم صبوا فوق الأثيم عذاب الحميم إنك لمجيد كريم إن هذا ما كنتم به تمترون متقين في مقام أمين والعيون كالبصير بسلطان متعابين وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وهم على الجحيم من ربك ذلك والفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم حميد تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وفي الآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا آيات لقوم يعملون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله يأتي ومن كل أفاك أثيم اسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها أولئك لهم عذاب مهين ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هدى
الذين كفروا بآيات ربهم لعذاب من رجل سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره لتبتغوا من فضله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وللذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزيهم بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلك على شريعة من الأمر وتتبع الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك يا الله وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس هدى ورحمة لقوم يؤمنون الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم بينهم أمواتهم ما يقومون خلق الله السماوات والأرض ولتجزى كل نفس بما كسبت وما يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهده من الله فلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يدركنا إلا الدهر وما لهم بذلك من العلم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجة إلا أن قالوا بآبائنا إن كنتم صادقين يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض يوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة هدى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون كتابنا نتلو عليكم بحق إنا كنا نستهزئ ما كنتم تعملون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلونكم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فثبتوا وكنتم قوما مجرمين قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين بدل لهم سيئات ما عملوا وحاول ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات ورب العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم حميد تنزيل الكتاب على الله العزيز الحكيم السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق أجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا محيطون ورأيتم ما تدعون من دون الله يروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات بكتاب من قبل هذا وثارت من الماء وكم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله لا يستجيب له إلى
بينات قال الذين كفروا بالحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثلها ما حسبت إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ففي كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة الذين الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وما يستغيثان إلا ويلك بإن رد الله حق فيقول هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها واليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون بغير حق وبما كنتم تكفرون. وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه لا تمدوا إلى الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله يبلغكم ما أرسلت به ولكني عليكم وما تجهلون. عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل فاستعجلتم به اليوم عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها ولا تجري إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء كانوا يشهدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وسربنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نزرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة قد ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذ صرفنا إليك نفرا من
من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله آمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن قادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يرد الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار فيقبل لكم إلى قوم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم فسيهدي الله للناس أمثالهم إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق وإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله ولا يضل أعمالهم ويصلح بالهم ويدخلهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فلا سلام ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله وحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم ذلك بأن الله أولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أهلكتك أفمن كان على بينة من ربه كما زين له سوء مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن ونهر من لبن لم يتغير طعمه ونهر من خمر لذة للشاربين أجيب ويا ونهر من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من الجن قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال أولئك الذين طبع على قلوبهم الذين اهتدوا فلينظروا إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغفي عليهم الموت
ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم هدى الشيطان سول الله ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر كيف إذا توفتهم الملائكة يعرفون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم في قلوبهم مرض ليخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولنضربنهم في الأعناق ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار لا يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى الصلب فأنتم الأعلون والله معكم ويهديكم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتوكلوا أجوركم ولا يسألكم أعمالكم إن يسألكموها فيحبكم تبخلوا ويخرج وأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار والدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعلم المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء غضب الله عليهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما شاهدا ومبشرا ونذيرا ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوقروا ويسبحوا وتواصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن رد بكم برنا وراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم أن سعيكم مقبولا لم يؤمن بالله ورسوله وإنا كذلك في نصيرا فلله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون
وإذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لا تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون من تسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله وتمثل وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. حرج ولا على المريض حرج ومن يدع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يجعل يعذب عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. لم تقدروا عليها وقد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أدخلكم عليهم وكان الله بما يعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته ويشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. في قلوبهم الحمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وآتاهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون خالقا ما ظلموا وجعل من دون ذلك فتحا قريبا. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.